الله علي يا انه فيني غلب وقهر لا يعلم به الا الله. شفت لكم بنت يمنيه جالسه مكسوره كاني بتقول يا اخي ساعدوني، بنت عفيفه شريفه. فجيت اسال الناس هذه مالها يا شباب؟ هذه يمنيه. بيقولوا يا اخي رحلك دعم بتكبر عليك. قسما برب الكعبه يا انكم ما فيكم اثر رجاله، ما به واحد منكم رجال. يا احمد قلدك الله ايش كانوا يقولوا؟ دعموا مو نادي، يقولوا دعموا ما لكم دخل. اقسم بالله ما تبين نفسك رجال بهذول المواقف. اقسم بالله لا اجيب روحي عشان ابن بلادي. انتوا وين تربيتوا؟ انتوا مش انتوا رجال. الضاربت هي واحد، فهذا صيح عليها لاني جالسه بتشتغل جنبه، فالبنت مندوبه جالسه بتوزع قروض. خلاصه الموضوع يا معتصم ايش نفعل لها؟ البنت في مصر، الذي عنده قباله عمل يتواصل معي وانا بوصل لكم للبنت بنفسها. الله لا يذل بنت ولا ولد من عيال بلادي خارج وطنهم. علي بالحرام يا رجال ما اكذب عليكم في اي حرف. يا اخي بالرغم انها عفيفة نفس، بس والله انك تحس انها مكسوره من داخل ومستني حد يتكلم يمني ولا غير يمني. والله ما حد تكلم، ساكتين. ما مدعمين مين كاني مش بنت بلادي. بعض اليمنيين يصرف باليوم 700,000 جنيه. يا اخي وفروا لها. اخوكم مغلوب، اللي يجي يتجمل معي يتجمل مع هذه البنت عفيفه شريفه يشهد الله ما خرج الا الحاجه. والمواقف سلف حمى على من تبور. وتحياتي للجميع.